المنتخب الوطني إلى الدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ. سرع نجوم الفن العربي بنشر تهانيهم الخالصة للشعب الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال فارس الغناء العربي عاصي الحلاني: ألف مبروك للمنتخب العربي الجزائري، شرفتمونا اليوم، الله أكبر بالتوفيق إن شاء الله. كما هنأت النجمة ديانا حداد منتخب الجزائر بالتأهل التاريخي للدورة السادسة عشر في بطولة كأس العالم 2014 بعد التعادل مع روسيا بهدف لمثله، قائلة: نزلت دموعي من الفرحة يا أبطال العرب. ونشرت الفنانة لطيفة صورة لها وهي بجوار علم الجزائر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: من جديد ثقتنا بالخضر كبيرة، ربي يوفقكم بكأس العالم، ويا رب يفرح قلوب الجزائريين والعرب بفوزكم. وتابعت لطيفة فور انتهاء المباراة قائلة: وتأهل الخضر مبروك للجزائر وللعرب. فيما عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن فرحتها بالحدث التاريخي الذي صنعه أبطال المنتخب الجزائري قائلة: بالطول بالعرض، الجزائر تهز الأرض، مبروك، شرفتم العرب ورفعتم رأسنا. كما ذكرت على صفحتها الخاصة بتويتر أنها بصدد البدء بتصنيع كرة من الألماس لتقديمها لنجوم الخضر. من جهتها الفنانة نوال الزغبي هنأت الشعب الجزائري وأشبال المنتخب الوطني بهذا الفوز التاريخي، وكتبت: مليون مبروك لمحاربي الصحراء، رفعتم رأس العرب. وقدم حسين الجاسمي هو الآخر كل التهاني لكتيبة محاربي الصحراء بالتأهل للدور الثاني في كأس العالم، وقال: وعدتمونا وأوفيتم بوعودكم، مضيفا عبارة فخر. بدوره مكسيم خليل أشاد بالأداء المتميز لممثل العرب الوحيد في مونديال 2014، وقال: عندما تتأهل الجزائر إلى الدور الثاني في مونديال خرج منه الكبار من دوره الأول، افخر أيها الجزائري وافتخر أيها العربي، مبروك للجزائر. بينما قال الفنان رامي صبري: يا رب الانتصار لكم، نحن شعب واحد مهما حصل بيننا، ليضيف: فرحتكم فرحتنا بالتوفيق يا رب. وهنأ المطرب صابر الرباعي أبطال الخضر بهذا الإنجاز المستحق، وكتب على صفحته الشخصية: ألف مبروك للمنتخب الجزائري التأهل للدور الثاني في كأس العالم. ألف مبروك مجددا لكل الجزائر والعرب، وبالتوفيق بإذن الله في مواعيد لاحقة. في موضوع آخر مشاهدينا، يتواصل مشهد الاحتجاجات التي يصنعها توزيع السكنات هاجس الجزائريين الأول والأكبر.